طبعا دي أمثلة بسيطة على التدريب على الفكرة بتاع ازاي احدد اتجاه مجال بأكتر من شكل، وافهم الفكرة ما تفهمش الأمثلة دي بس يعني. الفكرة مبدئيا ان لو المجال بيزيد انا بقلله، ولو بيقل انا بزوده، ولو بيقرب ان انا بحاول بحط في وشه ان قطب مشابه، ولو بيبعد ان بديله اس او قريب منه اس عشان يجذبه. نفس النظام في الاس، لو بيقرب اس فبديله اس عشان يبعده، لو بيبعد اس فبخلي جنب منه ان عشان يشده. يعني انا بعاكس اللي بيتم. وطبعا هو مش هيسأل على كده بس، هيسأل بكذا صورة، والصورة اللي حاططها ديت أمثلة ليست كل شيء، فنسمي الله ونعرف ازاي بنفكر. أول مثال بسيط خالص بيقول لك إن أنا عندي مغناطيس بيقرب بقطب ان، فاحنا قلنا المفروض إن أنا أعاكس اللي بيتم. يعني أنا مش عاوزه يقرب، أعمل إيه؟ أعمل قوة تنافر ان واس. ان واس دمت بيجوا بسبب تيار، فالتيار المفروض يمشي ازاي عشان يكون ان واس؟ بإيد اليمين دول مع التيار، وده مع الان، ماشي كده نازل اهو، نازل التيار ده الان اهو بتاع الملف. طبعا لمعلوماتك ان المفروض لو حطيت هنا مقاومة التيار بيمشي ايه؟ بيمشي من الموجب في المقاومة للسالب، بيمشي في الملف من السالب للموجب، لان الملف يعمل كمصدر زيه زي البطارية كده. دي البطارية ودي المقاومة، التيار بيمشي في المقاومة من الموجب للسالب، لكن جوه البطارية من السالب للموجب. مش موضوعنا دلوقتي يعني، في فيديو تاني. طيب مثال تاني، هنا اس بيقرب، قلت لك تعمل ايه؟ تعاكس اللي بيتم. يعني اولد هنا ايه؟ اس، وهنا ان. طيب اس وان، ايد اليمين ده ان، وده المجال طالع، المجال هنا اهوت اللي هو الان هنا ايه، فالتيار طالع. طبعا الاقطاب احنا عرفناها موجب وسالب عشان بيسأل فيها كتير، ماشي. طيب هنا ان بيبعد، ايوه بالظبط كده، هولد اس عشان اشده، وهنا ان، فهيطلع زي اللي فوق. ايدك اليمين ده التيار، ده المجال اللي هو الان، اتجاه الان يعني اهو. طيب هنا اس بيبعد، هولد ان، ان هنا واس هنا عشان اشده كده، صح؟ ده الان اهو كده. طيب نعلى شوية، هدخل الموضوع بقى فيه امور عائلية هتخش في الموضوع زي مصباح مثلا، فهيقول لك لما اقرب اللي يحصل لإضاءة المصباح تزداد وتقل ومش هتتغير. فانا هقول لك على حاجة، هو الاول كان بيضيء ولا لا؟ هتقول لي ايوه كان بيضيء. ليه؟ عشان عنده بطارية. فنرسم الاول التيار اللي هو بيضيء بيه الاول. هو بيضيء بسبب التيار الاسود ده، طالع هيجي من ورا كده ويقوم نازل كده. يبقى انا بعمل ايه؟ برسم الاول، او ما يسالك في الاسئله ايه اللي يحصل لكذا، فانت بتشوف الاول هو كان بيعمل ايه الاول قبلها، وبعد كده ابدا اشوف هيعمل ايه بعدها او إيه اللي يحصل له بعدها، عشان ابدا احكم. لما انا هحكم على حاجه ما اعرفهاش، يعني انا مثلا كان ايا كان مش عاوز اقول امثله بره الفيديو عشان ما اطولش، ولكن الفكره في كده اللي هو مسألك اللي يحصل قبل او بعد، فانت المفروض تقول لي بعد ما اعمل كذا، فانت المفروض تعرف ايه اللي حصل قبلها الاول عشان تبدا تحكم. طيب ده كان بيضيء، هحدد ان اس من خلال الموجود ده هحدد ان اس على اساس اللي هو الموجود اصلا، اللي هو بايدي كده، يبقى هنا ان وهنا اس، وده بيقدم بان، فهيولد هنا ايه؟ ان، وهنا اس زي اللي موجود، يعني هيزود الاضاءة، يبقى تزداد. بس في ناس بيقول لك تزداد على طول وتزداد لحظيا، لا هي تزداد لحظيا، لان التيار المستحث بيكون لحظي، لحظة التغير، لحظة التقريب، لحظة الابعاد، لحظي، مش شغال على طول، فتزداد لحظيا ثم تعود لنفس القيمة بتاعتها. طيب هنا نفس النظام، لما ابعد اس اللي يحصل اضاءة، فانا اشوف الاول هو بيضيء ولا لا. ايوه كان بيضيء، البطارية صح، ابدا امشي التيار الاول في الدايرة. احدد ان واس، هلاقي هنا ان وهنا اس. اما ابعد بالاس المفروض يولد هنا ايه؟ حاجة تشد الاس ولا حاجة تطردها؟ حاجة تشدها، هو مش هينفع اطردها تاني، ما هي اصلا بتبعد،
فهولد حاجة تشدها، وايه اللي هيشد الاس؟ الان، وهنا الاس. اقطاب عكس اللي موجودة، حتى لما تيجي تحدد التيار الموجود هتلاقيه بينزل كده، ده التيار المستحث. طب على الان دي هتلاقيه بينزل كده، نازل كده عكس التيار اللي في الدايرة، يبقى تقل لحظيا. اتفقنا طبعا لحظيا ليه؟ لان الموضوع بيبقى لحظي مش على طول. هنا كانت رسمة غلط فنرسم هنا. بيقول لي قراءة الفولتميتر اللي هيحصل له. فانا ابدا الاول اشوف قراءة الفولتميتر، طبعا في فيديو ان شاء الله هنزله على قراءة الفولتميتر بعد الفيديو ده على طول. فالفينا بيساوي ايه؟ الفينا بيقرأ تيار في مقاومة، يعني الفي بيقرأ الاي في الار، وبالتالي كده الفي طردي مع التيار. لو التيار حصل له حاجة فالفي زيه بالظبط، زاد هيزيد، قل هيقل كده يعني. فاشوف الاول في تيار في الدايرة، قال لي ايوه البطارية اهيت بيطلع التيار هنا، هيقوم جاي من ورا ونازل، نازل كده، نازل اهو باينة صح؟ كويس. هحدد الاقطاب، ايدي اليمين ده ان وده اس، فالاقي ان انا بقدم بان، فهولد ايه؟ اكيد مش هولد اس يعني، انا عاوز مش عاوز الان تخش، يبقى هولد ان في وشها، واس هناك حاجة عكس اللي موجود صح كده. يبقى هتقلل التيار وتزوده هتقلله، يبقى كده التيار يقل فالفي يقل، يبقى تقل لحظيا. نفس النظام اللي يحصل قراءة الفولتميتر. طبعا لما نرجع الفيديو بتاع قراءة الفولتميتر المفروض كنت اسجله الاول بس مش مشكلة. هنا الفي بيقرأ في باتري، في باتري ناقص الاي ار، يعني بالمناسبة ان الفي ده عكس التيار، لو التيار بيزيد انا هقل، ولو بيقل انا هزداد. فهشوف الاول هو بيمشي ازاي التيار. هلاقي التيار طالع لفوق، نازل، نازل لتحت. محدد الاقطاب، هنا ان وهنا اس، اظن انتوا عارفين بتعملوها ازاي. هنا مغناطيس بيبعد، مش مشكلة، بيبعد بايه؟ بان، فالمفروض ان ولد حاجة تشده، يبقى ولد ايه؟ اس، وهنا ان زي اللي كان موجود، يبقى المفروض ان هو هيزوده. هيزود مين؟ هيزود التيار، فلو حط اميتر هنا فالاميتر يزداد. طب الفولتميتر لا يقل لانه عكس التيار. عرفت منين انه يقل؟ من القراءة، وعرفت القراءة من خلال الفيديو. خلاص مش هنقول الموضوع ده تاني بقى عشان ما نكترش. يبقى كده ايه؟ يقل لحظيا. طيب اللي وراها بيقول لك انا عندي مغناطيسين، واحد بيبعد وواحد بيقرب. عادي جدا هشتغل على واحد لوحده، كل واحد لوحده. ده بيبعد بان، هولد هنا اس عشان تشده، وهنا ان. وده بيقرب، هولد هنا ان عشان ينفره، وهنا اس. وبسألك على إضاءة المصباح، الله المفروض كنا نشوفها الأول. خلاص نرجع تاني نشوفها الأول، ملناش دعوة باللي احنا كتبناه ده خالص. هنبص الأول على إضاءة المصباح. والله كان في تيار ماشي كده، طالع طالع لفوق، نازل. فمن خلال اللي طالع ده هيولد هنا ان وهنا ايه؟ اس، ده بتاع المصباح اصلا. فاتفاجئت ان المستحث زيه، ده يزداد قوي، يبقى كده ايه؟ يزداد لحظي طبعا. الفكرة بقى ماذا لو كان مثلا ده بيخرج؟ يبقى ده لو كان بيخرج كان هيولد هنا اس وهنا ان، فما كانش هتتغير، كانت الإضاءة مش هتتغير، لأن هما هيولد هنا ان واس هنا، واس فوق وان تحت هيلاشوا بعض كأني ما عملتش حاجة يعني. ماشي. نفس النظام لو اداني قيمة للسرعة، لو الاتنين بيتحركوا بنفس السرعة هيزود. خلي معلش يعني ايه، هنعدل السؤال ونخلي ده بيخرج ماشي، عشان يبقى اشرح الفكرة دي. فسيبنا من اللي انا حطيته ده خالص. طبعا انتوا فهمتوا الفكرة الاولانية. لو ده كان بيخرج وبسرعة 2 في، يبقى ده كده تأثيره مش زيي. ده بتأثيره بيديني اس وان، ده تأثيره بيديني ايه؟ اس هنا عشان تشد الان، وان هناك. طب انا كأساسي يعني همشي معاك ولا معاك؟ لا امشي مع القوي، يعني امشي على اساس ان في اس وفي ان، فكده دي عكس مني، يبقى كده تقل. تمام. لو انا كنت هنا في نفس السرعة، يبقى دول قد بعض بالظبط كأني ما عملتش حاجة، يبقى تظل إضاءة ثابتة.
وهكذا بقى في كتير قوي يعني، بس هم فهمتوا الفكرة، ان انا بشوف ايه اللي حصل او التغير اللي حصل. انا بقى هبدأ اسألك باكتر من طريقة او اكتر من شكل على حسب، يعني ما تبقاش مخك واقف عنه في فكرة معينة، وما تفكرش ان الامتحان صعب او سهل. هو امتحان صعب يعني في مثلا 10 مسائل صعبين من جملة كل الامتحان، فانت حل السهل اللي هو الكمية الكبيرة وهات درجة كبيرة، والعشر مسائل دول لو ربنا كرمك وعرفت تتمكن بقوة كويسة في المادة ماشي، ما عرفتش خلاص مش مشكلة، ما لا يدرك كله لا يترك كله. فخليك دايما في حتة ان انا انقذ ما يمكن انقاذه، واللي اضمنه احسن ما اضمنش حاجة خالص. فده حاجات اساسية، ما تستسهلهاش وما تستهفاش، لا ده الاساسي، ده اللي بيجي كتير. بيجي اي نعم حاجات صعبة بس نادرة، مش كتير، عشان تميز الاوائل يعني برضو، ما مش معقول الامتحان كله يقفله يعني. اوكي. طيب، إذا كانت مقاومة الملف بآر، مقاومة الملف نفسه بآر، فبيقول لك اللي يحصل لقراءة الفولتميتر. طبعا لو رجعت للفيديو هيقول لك إن ما ينفعش أقرأ حاجة فيها ريوستات. ليه؟ لأن الفي بيساوي الأي في الآر ريوستات، ودي متغيرة وده متغير. أنا همشي على أنهي أساس وأنا أصلا طردي مع الاتنين؟ ما ينفعش أحكم من اتنين متغيرين، لازم حاجة واحدة، عشان كده ما تنفعش القراءة دي. أمال قراءتي إيه؟ في باتري ناقص الأي آر. ار مين؟ ار ملف اللي هي القراءة الخارجية يعني. طيب، هبدأ يا سيدي أقول لك، ما هنخلينا نقرب يعني. فهشوف الأول التاير كان ماشي إزاي. التاير كان ماشي من بطارية من هنا كده، نازل 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 نازل، فيديني هنا إن وهنا إس، ماشي، وده بيقدم بإس فهيديني هنا إس وهنا إن. كده بيقلل، صح؟ بيقلل من التيار، يبقى كده الأي يقل. هما الأي يقل، الفولتميتر إيه؟ يزداد لأنه عكسي. طيب، أمثلة تانية بقى على الملفات الدائرية. نفس المنطلق بالظبط، يعني اكسات ونقط. لو النقط بتزداد انا بقى بديها ايه؟ نقط في وشها عشان سوري، نقط في وشها عشان اقللها. لو انا قلت ايه تاني؟ لو النقط بتزداد انا بديها اكسات عشان تقل شويه. لو الاكسات بتزداد انا بديها نقط عشان تقل شويه، لكن لو الاكسات بتقل بديها اكسات عشان ازودها شويه، ولو النقط بتقل بديها نقط عشان ازودها شويه. ده الفكره. يعني هنا عندي نقط دي يعني خارج من الصفحه، فدي اللي بيحصل لها بيزداد، من نقط بتزداد عند زيادة المجال. ايه اللي هيتكون؟ والله المفروض ان انا اعمل حاجة تقلل النقط. ايه اللي يقلل النقط؟ الاكسات. والاكسات دي معناها ان التيار، بص ده مع الاكس اهو، اللي هو الاكس ده معناه ان المجال داخل، ماشي كده، ماشي. لمعلوماتك بس المتواضعة لازم تبقى عارف المعلومة ديت. يقول لك ال والاس، المجال بيخرج من الان ويخش الاس. فانت لما جيت تقول لي صابع مع المجال يعني مع الان، فهتلاقي ماشي كده، صح ولا ايه؟ زي اهو، هو ماشي كده، صابعي مع الان اهو، فهي ماشي كده بس. طيب، هي نفس النظام بيقول لي عند نقص المجال يمر التيار في المقاومة من إلى. أوكي. طيب، والله الإكسات دي بتقل، فأنا ما ينفعش أديها نقط عشان كده هقللها أكتر. أمال أعمل إيه؟ أديها إكسات عشان أزودها شوية، فأديها إكسات من عندي أنا، والإكسات دي معناها إن التيار ماشي كده زي ما اتفقنا، ماشي كده. ثواني بس، هو بيسأل عن مرور التيار في المقاومة ولا في الملف؟ في المقاومة ماشي من A ل B، في الملف ماشي من B ل A، فخليك مركز في الاختيارات يعني. في المقاومة من ال بي. هنا نفس النظام بيقول لك عند نقص المجال النقط بتقل، فأكيد أنا مش هديها إكسات يعني، أكيد هديها نقط عشان أزودها شوية، فهديها نقط من عندي يعني. النقط دي معناها إيه يا صديقي؟ معناها إن المجال ماشي كده أهو، نقط خارجة يعني كده. إيه ده ده ثواني، ده في بطارية وفولتميتر. طب كويس إن أنا فكرت من غير ما أبص على الحاجات دي برضك، عادي يعني. الفولتميتر ده بيقرأ إيه؟ بيسألك عليه يعني. بيقرأ الأي في الآر، لأن هي مش ريوستات، عادي أقرأها عادي كده. انا طردي مع التيار، وفي تيار في الدايره اصلا. قال لي في تيار في الدايره خارج بالبطاريه كده. اوبس، ده جاي في وش التيار المستحث، يبقى كده التيار يقل، يبقى كده الفولتميتر يقل.
كويس. ليه تقل؟ عشان انا طردي. ليه انت طردي؟ عشان انا بقرا اي في ار. طيب نفس النظام برضو بيقول لك ايه اللي يحصل اذا كانت قراءة الفولتميتر تقل. يعني هو قال لي ان الفولتميتر بيقل، فإن ذلك يعني ان المجال ده، النقط ده كان بيزيد ولا يقل؟ شوف جابها منين بقى. طيب والله الفي بيقرأ الاي في الار، والمعلم بلسانه قال لي ان الفولتميتر يقل، يعني يقصد يقول ان التيار يقل. التيار بيقل، هو فين التيار اصلا اللي بيقل؟ التيار اللي هو خارج من القطب الموجب، ودي كان بيقل معنى كده ان انا كنت بكون تيار عكسي منه. شوف جايه منين؟ مع كده انا كنت بكون تيار عكسي منه، ده تيار مستحث. والتيار العكسي منه ده كان بيطلع لي اصلا صدفة كده سبحان الله، كان بيطلع نقط. والنقط دي سبحان الله كانت زي المجال الخارجي نقط، يعني مع كده انها بتساعدها. معنى كده ان المجال الخارجي كان بيقل عشان يحصل الحوار ده كله، يبقى المجال الخارجي كان بيقل. تاني هو قال لي كان قراءته بتقل، فانا شفت قراءته الفي بيساوي الاي في الار. طبعا عارفين خدنا اي في ار عشان ملبسش ريوستات يعني. فاللي قال لي ان الفوتومتر يقل، فانا استنتجت ان الاي اكيد كان بيقل. الاي يقل اللي هو اصلا كان بيمر ازاي؟ كان بيمر من القطب الموجب وبيمشي في الدايره. بيقل معناه ان في حاجه كانت عكس منه، والحاجه دي اللي هي التيار المستحث كان عكس منه. فالتيار المستحث لقيته ماشي في الملف في الاتجاه ده اللي هو عكس عقارب الساعه. فانا المفروض اعمل ايه عشان اولد التيار ده؟ التيار ده سوري بيكون عندي مجال اللي هو نقط، والمجال ده سبحان الله زي المجال الخارجي يعني بيساعده، فاكيد المجال الخارجي كان بيقل عشان كده انا بساعده. طيب مثال تاني، اذا كانت قراءة الفولتميتر تزداد، بس نقف بقى نفس الفكرة. الفولتميتر ده بيقرأ ايه؟ ما ينفعش يقرأ اي ار. اشمعنى؟ لان الريوستات ما ينفعش يقرأ اي في ار ريوستات، لان دي متغيرة، ما ينفعش اتنين متغيرين، لازم واحد بس متغير. يبقى بيقرأ ايه؟ في باتري ناقص اي ار. وابدأ اشوف بقى هو قال لي ايه. كانت تزداد، دي كان بيزداد، معنى كده ان التيار كان بيقل لانه عكسي. التيار بيقل هو اصلا ماشي اوريدي كده، فاكيد انت مشيت تيار عكسي منه، ده المستحث. والتيار ده اكيد كان بيطلع نقط، والنقط دي كانت بتساعد المجال الخارجي اللي هو نقط. يبقى المجال الخارجي كان بيتساعد، كنت بساعده، يبقى هو اكيد كان بيقل. ماشي. طيب ما قلتش حاجة هنا. ماشي. عند زيادة